ساحل البحر الاحمر من جهه الشرق، من جهه الغرب عده محافظات: محافظه المنيا، محافظه سوهاج، محافظه قنا، محافظه اسوان. المدن المحافظه بتتكون من 6 مدن: من الشمال راس غارب، الغردقه، سفاجه، قصير، مرسى علم، الشلاتين. مدينه راس غارب تقع على مسافه 160 كيلو شمال نقيس قياساتنا كلها من العاصمه اللي هي الغردقه. تقع مدينه راس غارب على مسافه 160 كيلو من مدينه الغردقه. يتبعها قريتين: قريه الزعفرانه هي على مسافه 105 كيلو من مدينه راس غارب، ومدينه وادي دار وادي الجنوب في راس غارب حوالي 45 كيلو. اللي بيستخرج منها حوالي 67% من بترول جمهوريه مصر العربيه. كما فيها محاجر في الجرانيت والرخام، اجود انواع الرخام موجوده في مدينه راس غارب. تعتبر افضل انواع الرخام. كثير من الثروات المعدنيه كان ليا الشرف ان انا كنت رئيس مدينه غارب، فكان فيها الرمل الزجاجي، فيها كوارتوس، فيها فلسبايك، فيها رمل زجاجي، فيها الكرش. كل المعادن دي موجوده في المحاجر اللي موجوده في مدينه راس غارب. الغردقه هي العاصمه، عاصمه الاقليم. تعتبر مدينه الغردقه مدينه سياحيه على ارض مصر. بدات مسيره التنميه السياحيه في اواخر الثمانينات بدايه التسعينات. حاليا فيها 146 منشاه سياحيه. فيها طبعا ميناء الغردقه، ميناء الغردقه البحري، وميناء الغردقه الجوي. عدد سكانها 216,747 نسمه. مدينه سفاجه تقع على مسافه 60 كيلو جنوب الغردقه. فيها اهم المواني المتواجده على البحر الاحمر: ميناء سفاجه البحري، اللي هو تربطه مربوط بمواني السعوديه. ان الرحله بين ميناء سفاجه وميناء ضبط بتتاخد في 3 ساعات باللبش السريع. المسافه بين ميناء سفاجه وميناء جده بيقطعها المركب في 27 ساعه. ولذلك هي تعتبر النافذه الجنوبيه لجمهوريه مصر العربيه على مواني الخليج كلها. اقرب مدن البحر طبعا سوهاج، اقرب مدن البحر الاحمر محافظات سوهاج واسيوط وهنا، خصوصا ان المسافه بين سفاجه وهنا حوالي 160 كيلو. دي كان في طريق واحد مفرد، وحاليا بيحصل له ازدواج. احنا حصل ازدواج للكيلو 40، وباقي ان شاء الله الخطه الجايه في الازدواج ال 40 كيلو الباقيين حتى حدودنا الاداريه مع محافظه قنا اللي احنا حدودنا بتنتهي عند الكيلو 85. في طريق تاني اللي هو اتعمل جديد من حوالي 2 سنين، اللي هو طريق سفاجه سوهاج. ده ربط عن طريق وادي هنا، ربط البحر الاحمر برضه بمدينه سوهاج، وقلل المسافه اللي هي كان بدل ما الراكب جاي من المنيا او من اسيوط، بدل ما يجي ينزل هنا وبعدين يجي على سفاجه وبعدين يخش من سفاجه، لا دلوقتي بيجي من المنيا سوهاج على طول. لا شك الطريق قدره جدا النقل، والراجل يعني بصراحه خبره غير عاديه طرق، وكان يعني سعيد جدا انه قال ان هذا الطريق ان شاء الله هيدي فتره مش على الوضع يعني بلاش مش على الطريق فده يعني يعتبر نقل باذن الله مع سؤال واسلوب يعني طبعا كمان زي ما انت عارف السؤال في طريق الشباب والطريق الغرب بتاعته، فكان كل الطرق يعني هتعتمد على المرة او طريق ضيق قوي اللي هو كان على القوم 3 طلعت الصحراويه ولكن على الطريق الراعي الضيق بتاع سنه 3 سنه كده على الطرق اللي هو الطريق بتاع الطرق السريعه اللي هو عشان مدير او غير، فده هيدي فتره هناك كبيره يعني. اتفضل. مدينه سفاجه فيها 45
منشآت سياحية ومتوفر فيها حاليا مساحات لإقامة الاستثمار السياحي. يعني سفاجة فيها 3 مراكز سياحية، 2 شمال سفاجة وواحد في جنوب سفاجة. ما زالت في أراضي بكر هناك لم تشتغل حتى الآن، ممكن إن يجي فيها استثمار المستثمرين يجوا يعملوا فيها استثمار سياحي. فيها هناك قرية حجاج مساحة 240,000 متر. دي انشاء كان انشاها هيئة التنمية السياحية، وتعدلت قرية حجاج دي اتعدلت بحيث ان هي بقى فيها دلوقتي انشأنا فيها 4 عنابر كبار مجهزين وفيهم 1 مكيف بحيث ان هي تستوعب الحجاج او المعتمرين او العمالة وموسم العمالة. النهارده في يعني مشروع رائع جدا وجميل جدا وقادر على هذا المستوى، وممكن فعلا تستهدف حتى شركه العاملين العاديين والشركات العاديه. يعني احنا كانت شركه رئيسة الموقع الاحمر شركه الموقع محمد عبد القادر اللي هو البحري، ان احنا دي الله سبحانه وتعالى هنستخدمه، يعني بنعرض عليها هنستخدمها في الشركات العاديه للعاملين، يعني مش لازم في وقت التجهيزات. سفاجة برضه فيها ممكن تعمل فيها سياحة ثقافية، ففيها في روماني على مسافة 10 كيلو من سفاجة، في قرية رومانية على مسافة 40 كيلو وجوه الجبل، لدرجة إن السياح بيطلعوا من الغردقة بره كروس كانتري كده في الجبل، في قرية رومانية هناك، كانت قرية فيها زي حاجة سكون كده، فيها جنوب سفاجة حوالي 15 كيلو، في توشك هناك جامعة نابولي، جامعة ميشيغان، اكتشفت 3 كانت حتشبسوت خزن المراكب بتاعتها في هذا الكهف. الخشب كان موجود، الحبال اللي كان بيتربط فيها المراكب موجود، كان موجود تحت الارض، كانت تكفي عشان الناس راح بوند بتروح جايه مربطه المراكب، لما ترجع المراكب تتصيد تتفكك تخش جوه الكهف ويروح ترجع تاني للأقصر. مدينه الأقصر الشاطئ الغربي لمدينه البحر الاحمر فيها 16 منشاه سياحيه، فيها برضه مناطق واحده كبيره للسياحه، فيها برضه تعتبر مدينه الأقصر من اقدم المدن في البحر الاحمر، فيها قلعه اثريه هناك. التاريخ مش البحر الاحمر، التاريخ مش حاجه عماله بالنص التاريخ مش البحر الاحمر، ادم هي القلعه التاريخ بالظبط، هي ادم كده في مصر التاريخ الجديد يعني الصيف هذا منطقه يعني دمشق معروفه تاريخيا، هذه مدينه في العالم، هذا المدينه بس في مصر طبعا الأقصر فيها طبعا شركة وهي بتصدر الفوسفات من مينا الوين. كانت تعرضت المشكلة دي مع سيد رئيس اللجنة وإن شاء الله الكلام فيها. هي طبعا من هناك الفوسفات موجودة على وش الأرض في مدينة الأقصر، برضه كان في مناجم الفوسفات موجودة في الشركة، بس وغلقت بعد التطور اللي حصل وغلقت مناجم الفوسفات موجودة في مدينة الأقصر. عدد سكان مدينة الأقصر 48 388 نسمة. مرسى علم تقع مدينة مرسى علم على بعد هو نضوب المركز بتاعها طلب العدد